ان هو يكمل معايا، واي حد في الجمهور عاوز اللاعب يفضل معاه العمر كله الى ما لا نهايه. اللاعب شاف مصلحته فين، وانا برضو بشوف مصلحتي فين كنادي. ما انت متفق معاك ممكن تكبر في جدا. السن اقول لك مع واسامه السلامه. ابو علي برضو بيشوف مصلحته دلوقتي، فكنت شايف ان زي ما في حضرتك عملت المقدمه على وسام، كان المفروض يتعمل مقدمه زيها لزيزو، لان زيزو عمل نفس الموقف هقول بالظبط. لك حاجه بس، زيزو عقده خلص وسام عقده مستمر. زيزو عقد بالعكس، ده انا المفروض اهاجم زيزو، لان هو يعني ما صانش حته الزمالك ان هو يفيد، حتى لو انت هتمشي جدد وامشي، لكن وسام على الاقل هيمشي وهيدخل طب للاهلي انت ليه ما فلوس. تلومش ادارتك اللي سابته كام سنه وما جددتلوش؟ ما هو هنا دي احنا اتكلمنا برضو في حته ان مش كل اللوم على زيزو، لكن برضو انا النادي ده اداني وعمل لي وهو اللي خيره عليا في كل حاجه، فكان واجب عليا ان انا قبل ما امشي ان انا على الاقل اتفق ان انا اجدد وامشي مش هقعد. طيب اللي رفض عرض السعوديه الاداره مش زيزو؟ لان في الاول وفي الاخر الاداره ماشيه، لكن الزمالك هو اللي قاعد. اوكي، بس بقول لك اللي رفض عرض السعوديه كان الاداره ما كانش زيزو. حلو، ما ما تمشيه هو واستفيد ما هو بيه. زيزو حب ينتقم بقى، اللي هو انت رفضت عليا عرض، خلاص انا مش هروح العرض ده، بس انا مش هخليك تاخد من ورايا حاجه. طيب فكره زيزو هي نفس فكره وسام؟ لا خالص، مفيش اي مقارنه بين الاثنين. زيزو مشي من الزمالك فري، اهم صفقه في تاريخ الكره المصريه من وجهه نظري من الزمالك للاهلي دايركت، الزمالك ما استفادش منها اي حاجه.